مهما قلت في مقدمات انا مش هدي الجهاز ده حقه. جهاز بيتكلم عن نفسه، جهاز بيفرض سيطرته بأدائه، بتصميمه، بمستوى جوه الكارتج من الكويلات، بيديك طبقات فليفر وبيظهرها لك. هيخليك تحس انا ما كنتش بفايق قبل كده مثلا. مش هقول لك مثلا ان هو نمبر 1، هو قوي، هو جبار، هو مفيش منه اتنين، ولكن مش عايز اقول لك هو افضل واحد، لا، لان في حاجات تانية كويسه. او كل كارتش بيبان فيه مستوى فليفرات معين. عندك كارتشات بيبان فيها المخبوزات، عندك كارتشات تانية بيبان فيها السلط، عندك كارتشات تانية تحب الفواكه، كارتشات تانية معموله للتوباكو. هنا بقى ده ماسك كل الحاجات ديت وبيلعب في النص. عايز توباكو انا همسكك حته التوباكو، عايز تلعب في المخبوزات هقفش لك حته المخبوزات، عايز تدلع نفسك فواكه تعالى يا معلم، عايز تمسك سلط وتدلع نفسك وبتحب الهاي نيكوتين والايس والكلام ده تعالى برضه. ومبدئيا سحب على جهازين من استرو قبل ما نبدا اي كلام في الفيديو. دول ليكو، هيتم اختيار 2 من الكومنتات بشكل عشوائي يفوزوا معانا بجهازين. مجرد كومنت واحد انت اشتركت معانا، بلاش حد يكرر كومنتات، ادي فرصه لغيرك انه يشارك. ما تنساش اللايك والسبسكرايب يا رايق واحنا بنتكلم. اللي متابع معانا شويه ومركز في الفيديوهات بتاعتنا اكيد خدت بالك في الكام فيديو اللي فاتوا احنا رايحين على فين، احنا رايحين على فين، احنا رايحين على فين. احنا وصلنا، احنا وصلنا. الاسترو يا معلم اللي انت شايفه ده اختراع حرفيا. اقول لك البود سمارت، اوبشنات سمارت، شاشه سمارت، ولكن اكتر من ان البود فيه الاوبشنات دي كلها الكارت الصايع. الشركه دي منزله لك كارتجين بس للجهاز ده. يا عم طب انا عايز اشرب دي ال، طب انا عايز اشرب ام تي ال، اعمل ايه؟ انا هقول لك. الكارتجين اللي نازلين هنا هو كل كارتج فيهم فيه 2 كويل. وفكك بس من التاتش والحركات والامكانيات اللي انت هتشوفها معايا دلوقتي، انا عايز اوريك حاجه اجمد. الكارتج يا معلم جايه لك بمقاومتين. عارف يعني ايه مقاومتين؟ 0.4 0.8. عندك 0.6 1.2. احنا عندنا كارتجين بس نازلين لهذا الاختراع او لهذا الديفايس. كل كارتج فيهم بيديك مقاومتين، والعلبه ذات نفسها من محتوياتها بيجي معاها الكارتجين عشان تمر بكل التجارب بكل المقاومات، تقدر تقفش كل طبقات الفليفر من اي لاين ليكويد انت بتحبه وتستمتع بيه على قد ما تقدر. اللي متابع الانستا شاف احنا اتكلمنا عن المنتج ده قد ايه في الاستوريهات، واتكلمنا عنه في اللايفات. بص الجهاز خرافي. الوزن هوا حرفيا. انت لو ماسك مثلا شايف البطاريه ديت، ده اخف منها. نعم، ده اخف من البطاريه. بطاريه هنا 1200 ملي امبير، شاشه تاتش، ماتيريال ستانلس ستيل محترم، كارتش فيه 2 كويل، بيدعم شحن سريع، وفي نفس الوقت اخف من وزن بطاريه واحده. فعرفتوا ليه انا هنا بقول لكم احنا وصلنا خلاص؟ دلوقتي انا هوريك الانبوكسنج ونفتح العلبه ونشوف محتوياتها وازاي بنستخدم الجهاز والتجربه والسيستم والسوفت وير بتاعه، وازاي بنستخدم الكارتج والمقاومه ديت، وازاي بنستخدم المقاومه ديت، وبعدين ارجع لكم اقول لك بقى رايي، تجربتي، تقييمي، اداء الجهاز، هل يناسب مين وما يناسبش مين، كل الحاجات ديت بعد الانبوكسنج يا معلم. جهاز استرو من روميو هنا يا معلم بيجي لك بشويه حاجات بقى وحركات، والعلبه بتاعته زي ما انت شايف كده جاي لك اللوجو بتاعه روميو هنا واسم روميو. بيقول لك ان هو في شاشه سكرين ديسبلاي وسايد ريفيل مالي جانبي ودويال مش كويل. وموضوعنا الاساسي النهارده اللي هنتكلم فيه كتير قوي هو الكلمه دي بود اكس 2. هنا جايب لك محتويات العلبه، فخلينا نبدا نستكشف الجهاز سوا. مبدئيا البود بتاعنا، وانا اللون ده عاجبني قوي قوي قوي. بص يعني طبقة الالومنيوم اللي معمول منها اللون الذهبي هنا، بص حرفيا هي درجة لون صايعة قوي. الكارتج اللي بيجي هنا هو 0.6 1.2، اما الكارتج التاني اللي بيكون في العلبة هو 0.4 وال 0.8. وعندك هنا اليوزر مانوال وكابل الشحن اللي مش عارف كلفوا نفسهم وعملوا لي بصراحة صغير خالص، ثم اللينيارد بتاعنا يا غالي. وده اول لون يا معلم احنا فتحناه، فخلينا ننقل الكارتج هنا مثلا. وعايز اكلمك عن مميزات وعيوب او عن حاجة ضايقتني قوي في الجهاز ده. هي مش ضايقتني، هي ميزة بس احنا مش متعودين عليها. ايه هي بقى الميزة اللي ضايقتني سنة هنا؟ هي وانت بتملى، لما تيجي تملى مكان فتحة الملي ديت، هي دي ميزة مش عيب عموما يعني، بس احنا مش متعودين عليها. فلما تيجي تحط كده بص لازم هتحس ان الكارتج بيلزق. بص انت الكارتج لزق خلاص.
لازم تحطه بطريقه معينه. فنصيحه مني وانت بتستخدم الكارتج هنا، حاول يبقى ايه في سنه ميل كده عشان ما يكبس هوا، ما يسببش معاك ان يحصل اي ليك. تيجي بتدوس ايه دوسه بسيطه كده، خلاص مليت، شكرا. الميزه في الحركه ديت او الموضوع اللي انا بكلمك فيه ممكن ما يكونش احنا واخدين عليه، هي الميزه ان انت مفيش اوبشن ان الليكويد يطلع بره. دي حوار برضو. يعني انا بالنسبه لي لو خدت بالك في ريفيو قبل كده قلت لك لو الجهاز مثلا بيدعم انك تملا الكارتج وهو راكب خارجي، ممكن يسبب لك مشكله ان ايه يعمل لك ليك في الجهاز. لا انت هنا غصب عنك الازازه لازم تتحشر جوه هنا عشان تعرف تملى براحتك يا راي. تعالى نفتح الجهاز بتاعنا كده الجديد ونشوف بيقول ايه سوا. دوسة طويلة على زرار الباور هنا لمدة 5 ثواني الجهاز هيبدأ يشتغل معانا. اول ما بيشتغل معانا بيقول لك انت عايز انجليش ولا عربي، خلينا ايه انجليش على طول. تقدر انك تختار او تغير سمات الخلفيه. دوسه طويله عندك السيم دوت، ثم السيم ده، ثم السيم ده، ثم السيم ده. هم 4 سمات افضلهم بالنسبه لي على ديزاين الجهاز ده الديزاين بتاع الساعه الجامده جدا ديت. الشاشه مش هتلاقيها بتلعب لوحدها لان فيها انلوك، تفتح الانلوك بتاعك يا باشا. عايز تخش بقى على سيستم الجهاز، عايز توصل الجهاز بالموبايل هيوصل معاك، عايز تشغل آلة حاسبة شغالة يا معلم. بص كل حاجة عايزها شغالة، تمسح ارقام دوت، بص اي حاجة تقسم تجمع تضرب تعمل كل حاجة انت عايزها. عندك هنا تقدر تشغل اغاني وتوصلها على الموبايل ويشغل لك اغاني وحركات بقى وبتاع. وعندك تاني تقدر تنزل على الكالندر هنا يا معلم وتدوس كده وتعرف التواريخ، تظبط مواعيدك، تظبط الداتا. بص كل حاجة انت عايز تعرفها موجودة. عندك تحت جيمز هنا وبيوفر لك لعب. بص اللعب يعني مش فاهم حركات. بص انت تاخد الجهاز بقى ايه لعبة في جيبك. نخرج من اللعبة ديت، عندك لعبة تانية هنا برضو اللي هي الفاير بيرد ديت. بص تدوس كده هي لمسة بس والله لعبة حلوة بس خلينا نقفل دي كده. وعندك هنا تاني السيتنج، تنزل على السيتنج هنا معلم الديسبلاي مثلا عندك السمزات بتاعتك، شوف تختار السمز اللي انت عايزه. وهنا عندك البرايتنس، عايز تعلي الاضاءة تقلل الاضاءة، دي قصة تانية. عندك هنا الوضع الليلي، وهنا عندك الساوند والفايبريشن. عندك الرينج تون مثلا لو انت موصل بالموبايل وعايز رنات تيجي عليه او حاجة. عندك هنا بتشغل مثلا فون اوديو، عايز تشغل صوت التليفون ذات نفسه لو بتشغل فيديو او مشغل اغنية او اي حاجة تشتغل هنا. ميوت ده معلم بيخلي لك هو يا دوبك بس ممكن يعمل لك فايبريشن وشكرا على كده. سيستم سيتنج هنا معلم عندك سيت تايم وريسيت اعاده ضبط مصنع للجهاز والكلام ده. عندك هنا تقدر تتحكم في اللانجوج، عندك انجليزي عربي روسي اندونيسي وحاجات تانية مش عارف هي ايه. خلينا بص تعالى نجرب العربي، اختار كده. احنا دخلنا على العربي يا معلم، دوس حول هنا بيقول لك اسم الجهاز واسم البلوتوث بتاعه والكلام ده كله والاصدار والفيرجن والابديت. طب تعالى نبص على حاجه تانية في الاوبشنات والحركات. نزل الشاشه من فوق، نازل الشاشه من فوق يا معلم. هنا انت ممكن تعمل لوك للجهاز، لو جيت تسحب مش هيشتغل معاك نهائي. تقدر تتحكم في مستوى السطوع بتاع الشاشه 1 2 3 4 5. عندك هنا الوضع الليلي تقدر تقفله من هنا. عندك البلوتوث تقفله او تشغله زي ما انت حر. عندك هنا تخش على السيتنج، هنا بقى تخش على ايه على ان انت الشرب على طول. فكره مثلا وجود مقاومتين 0.4 و 0.8 وانا عايز اتحكم فيهم، اشرب ام تي ال او اشرب ار دي ال، اعمل ايه؟ هتركب يا باشا اول حاجه الكارتج، هيديك فايبريشن ويقول لك المقاومه اللي اشتغل عليها 0.4. هندوس هنا كده. احنا مشغلين الدويل كويل لو خدت بالك لحد ال 30 ماكسيمم هنا 30 انت اللي متحكم فيهم بنفسك. ممكن تدوس هنا على السنجل كده انت شغال على ايه ال 0.8. لو جمعنا الاثنين هيشغل لك ال 0.4. انت كده مشغل كويل واحد ممكن تشغله ماكسيمم خلاص. طب انت عايز تشغل كويلين، الكويلين 0.8 لما تجمعهم هيديك ال 0.4 اللي انت شايفه ده. انت هنا عندك 3 بنات يا رايق. بص 3 بنات جوه الجهاز و3 بنات في الكارت ذات نفسه، واحده كهرباء واثنين ارضي عشان لو انت حابب مثلا تشغل المقاومه دي او تشغل المقاومه دي او تشغل الكويل ده او تشغل الكويل ده. خلينا اول ما بتركب كده فايبريشن وبيقول لك ايه انت مشغل ال 0.4. طب احنا عايزين مثلا نشغل ال 0.8، هندوس كده، هندوس هنا تعالى واحده بس كده بقت 0.8. تقفل الاير فلو بتاعك يا رايق كده على اخر شرطه يبقى معاك زي الفل. طبعا عندك هنا ده اير فلو ومايك في نفس الوقت وما تقوليش ازاي هو كده. وعندك دوت مدخل السماعه الصوت اللي انت بتشغله عليه، وزرار تحكم واحد يا معلم. وعندك مدخل الشحن التايب سي وبتدعم الشحن السريع، وانا ما انصحش حد يشحن شاحن سريع البودات، يعني هو بيدعم بس انا ما تشحنش شاحن سريع. اما بقى للماتيريال ايه الحلاوه دي، انا عايز افهم ايه الكلام وايه اللذاذه والدقه في الديزاين ده. يعني انت هنا ده جلد ماتيريال حرفيا، ده جلد
جلد جلد مش لازقه، لا ده جلد جلد. انا شك طبعا ان عندك هنا مفيش في الظهر حاجه، هو الجلد معمول على طول، لذلك وزن الجهاز خفيف جدا. انا عايز اللي يمسك الجهاز ده يفكر معايا ويقول لي ايه سر خفه الوزن اللي فيه، او ليه هو خفيف قوي بالطريقه ديت. طبعا احنا معتادين على الشكل العليقه بتاعت اللينير ديت في اكتر الاجهزه الشهره عندنا في العالم العربي. الكارتج هنا 2 مللي، انا كان وجهه نظري يا ريت لو يعملوه 2 ونص 3 يواكبوا التطور بتاع حجم الكارتج او حجم الكويل. بس انا عندي فكره برضو، انت عندك كويلين، فكتر الليكويد مع استخدام الكويلين وتسخينهم هيعرض انك لو كترت الليكويد ممكن يأكسد منك. دي وجهة نظر ممكن تتفق معايا فيها وممكن تختلف. ايه رأيكم نخلي موضوع الاختلافات ووجهات النظر دوت لما نطلع فوق؟ يلا بينا. شفت مدة السحب قد ايه؟ ما عملتش حاجة. شفت انت ما كملتش ثانية، شفت كمية الكلاود اللي طالع؟ انا مش قادر انا لو خدت بالك انا مش الطبيعي بتاعي. بص، النيكوتين عامل شغل من اول نفسين، مديها ميه. الثرو هيد انا معلم موديني في حته غريبه. انا عايز ايه؟ انا عايز خبطه، انا عايز ابطل، عايز حاجه سريعه، عايز حاجه تنجز معايا، ولا يهمني شاشه ولا يهمني الاوبشنات دي كلها. انا عايز حاجه اخد منها نفسين تقفلني. هو ده الاختراع اللذيذ الرايق الفخم، الماتيريال المحترم، الوزن خف الريشه. فدلوقتي احنا بنشرب على المقاومه 0.4 وبنشرب على 27 واط زي ما انت شايف كده. احنا هنشغل السنجل كويل ونشرب مثلا على ايه ال 16، خلينا على ال 18 مثلا يا معلم، وهنقفل الاير فلو شويه وهنجرب المقاومه ال 0.8. شابوه. الليكويد يا جدعان الاندونيسي لما بيتحط في كارتج محترم بيظهر طبقات فيه سحريه، بيظهر طبقات فيه جهنميه. الجهاز دلوقتي شبه متوفر، اول ما يبقى في ايدك لازم تجربه وتقول لي رايك في الكومنتات هنا. لو لسه ما نزلش ولسه ما جربتوش برضو هستنى توقعاتك في الكومنتات هنا، تقول لي ايه رايك، انت شايف ده هيتكلم هيقول ايه. اول ما جربت الجهاز دوت انا كنت مجربه على المقاومه 1.2 وال 0.6. المقاومه 0.8 وال 0.4 هنا احلى وامتع بكتير قوي. عايز ام تي ال خد، يعني نداء للتجار اللي هيشتغلوا في الجهاز دوت، نزلوا مقاومه واحده، نزلوا كارتج واحد اللي هو ال 0.8 وال 0.4. اليوزر المصري مش هيحتاج غير المقاومتين دول، الا اذا لقيت يوزر بيشرب سلط بغزاره، فالمقاومه ال 1.2 هي الانسب للسلط. 1.2. والليكويد السالت اللي انا بستخدمه هنا هو لايم بيج بولد ستروبري جام. فيلا بينا. بص، انت واخد السالت سك، انت مفيش نقاش، هو انت السالت انت واخده سك، ما تفكرش كتير. يعني انا مش حمل بصراحه الضربه، او مش حمل ان انا اخد اوفر دوس وانا بصور ريفيو. فاحنا هنرجع يا معلم على ال 0.4 وال 0.8. كده كده احنا بنشرب 11 نيكوتين الليكويد الاندونيسي هنا. حوار انك تشرب ليكويد 11 نيكوتين فري بيز غير لما تشربه سالت، بتفرق 180 درجه. فالمقاومه اللي شغاله معانا هنا ايه دلوقتي؟ ال 0.8، واحنا كده كده لسه قافلين الاير فلو، فنجربه تاني. امتع واحلى فليفر هتاخده من بوت سيستم. بص، الكلام كتير، منتجات كتير، مش هقول لك هو احلى واحد، لا هو التوب 3 مثلا، هو في التوب 3. يعني حطه مثلا مع الاكسروس، حطه مثلا مع الجي 3، هتلاقيه في الحته العاليه. هو فليفرات صريحه، طبقات صريحه، الثرو هيد زي ما قال الكتاب. طب انت عمال تكلمنا عن الجهاز وعن مش عارف ايه، طب بطاريه 1200 ملي امبير في الجهاز هنا، انا شاكك ان هي 1500 ملي امبير. لو كتبوا 1500 انا هصدقهم. انا عمال العب بين ال 0.4 وال 0.8 1.2 0.6، عمال العب الجهاز بعد هلك يوم كامل ينزل معايا يبقى 60%، يعني 40% في يوم كامل. حبيت اقعد العب في يوم، شغلت لك بودكاست 46 دقيقه او 47 دقيقه تقريبا، يعني الحلقه فضلت شغاله وانا بسمع الصوت على الجهاز هنا، ماسك البود وبسمع منه الصوت. ناقص كام في المية؟ 1%. نعم، أؤمر. هو في كده يا جدعان. انا
اول مره احس بانبهار من بود. عارف يعني ايه بود سيستم يخليني عندي ذهول؟ الملمس بتاعه هنا حكايه. لما يتم الاعلان عن الفايز هنا هستنى راي الناس اللي هتكسب في الديزاين، في الفليفر، في عمر البطاريه، في وزن الجهاز، في اداء الثرو هيت بتاع الكارتجات اللي بتكون موجوده جوه العلبه. فانت لو مش متابع الانستجرام والفيس فانت فايتك كتير قوي. اخوك الدولي يمسي عليكم بيقول لك دمتم صادقين في حبكم، ويا رب افضل عند حسن ظنكم. سلام.